السلام عليكم، معكم انور فلوق، عضو من اعضاء شركه كوسمو براتيكوم. كما وضحنا في فيديوهاتنا السابقه، المعروف في السيس حالتين: قبل المانيفيستا وبعد غلق المانيفيستا، وطريقه الرد تكون مختلفه عن الاخرى. ونحن ككوسمو براتيكو مرت علينا كلتا الحالتين، وناخذ كمثال الحالة الأولى: عميل كان مسجل في نظام السيس بسبب رفض حصوله على الإقامة الفرنسية، وهذا كان قبل المانيفيستا. وبعد تقديم الطعن الإداري وتقديم الوثائق المناسبة تم قبول طلبه، والإجراءات أخذت منا 6 أشهر. وكمثال ثاني: عميل تلقى إشعار بالرفض بتاريخ 31 مارس 2025 بسبب السيس، واللي كان بخصوص مراقبة أوراق في فرنسا، وهذا كان بعد غلق المانيفيستا. والحمد لله تحصل على الإقامة البرتغالية بتاريخ 29 جويلية 2025، والإجراءات دامت 4 أشهر. رسالتي لكم ألا تفقدوا الأمل. التسجيل في السيس لا يعني نهاية المطاف، ولدينا خبرة واسعة في هذا المجال، ولقد نجحنا في تغيير العديد من قرارات الأيمة لصالح العديد من عملائنا. كلمة مهتم في التعليقات، وسوف يتم التواصل معك مباشرة. كالعادة كان معكم أنور فلوق، عضو من أعضاء شركة كوسمو براتيكو، وألقاكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.